انفصال ليلى زاهر وهشام جمال، ايه حقيقة الكلام ده؟ ومين الشخصية المشهورة اللي طلعت وقالت ان في انفصال هيحصل قريب قوي بين هشام وليلى؟ خلينا نقول لكم في البداية ان ليلى زاهر ترند بعد ما ظهرت في مهرجان البحر الاحمر في السعودية، وكانت في قمة شياكتها وجمالها، بس الغريب ان جوزها هشام جمال ما كانش معاها، وده خلى العرافة كابي اللي قلبت الدنيا دلوقتي على التيك توك تعمل فيديو يحقق مشاهدات كبيرة، قالت فيه ان العلاقة دي مش هتستمر والنهاية هتكون الطلاق. كمان قالت ان علاقتهم فيها سحر واعمال. طبعا كابي اتهاجمت جامد من جمهور ليلى، واللي وصفوها بالدجالة اللي بتقول اي كلام عشان تحقق شهرة وفلوس. كمان جمهور ليلى بيطالبها انها تاخد كل الاجراءات القانونية ضد العرافة كابي وتحبسها، خصوصا وانها وصفت كمان والدتها هدى بالست الخبيثة الشريرة. الغريب بقى ان ليلى لحد اللحظة دي ما خرجتش ولا ردت ولا خدت اي رد فعل على كل اللي بيتقال.